السمنه والتخسيس يعني بتبقى مشكله كبيره جدا، ان الشخص عايز يخس او واحده ست عايزه تخس. انت عارف الستات يمكن المشكله دي عندهم اكبر، فيميلوا على طول وبسرعه يتجهوا للادويه، بما ان قريبتها جربت الادويه فلقت النتيجه. ايه رايك في موضوع الادويه مع التخسيس يا دكتور، بما ان ده جزء كبير من تخصص حضرتك يعني؟ شوفوا، هو طبعا رمضان بقى وبعد رمضان الدنيا ايوه بدأت تضرب، ولسه في ايوه شويه صيف حلويات، ايوه. وفورمه الساحل لازم لا والعيد كمان داخل وكحك والعيد ده وبيتفور والحاجات الكلام ده كله. هو دلوقتي هريحك يا محمد خالص، ها. واريح الساده المشاهدين. مفيش غير دواء واحد فقط هو قال مسموح بيه في العالم كله للاستخدام في السمنه، وهو دواء مساعد وليس دواء بيخسس. تمام. الدواء ده عمله ان هو بياخد الدهون اللي انا باخدها في البق وبيبدا ينزلها في كزيوت في البراز، بيمنع امتصاص تلت الدهون. تمام. ولكن جميع ما تسمع عنه بعد ذلك هي عبارة عن اجتهادات شخصية لبعض الشركات، منتجات بعض منها سليم بعض منها مش سليم، لكن لا يوجد كبسولة سحرية للتخسيس حتى وقتنا هذا. دلوقتي احنا بنتكلم مفيش حاجة طلعت. يعني انت يا دكتور اي حد بيجي ممكن هيخس ازاي؟ هيخس بالدواء اللي حضرتك اتكلمت عنه، ولا هيخس بممارسة النشاط الرياضي، ولا هيخس بالبرنامج الغذائي؟ لا، هو لايف ستايل موديفيكيشن. انا النهارده رافض شكلي بهذا الشكل، فلازم ان انا ابدا اغير في كذا حاجه. اغير اول حاجه في عاداتي الغذائيه، ودي اهم حاجه طبعا. تمام. ابدا اغير في اسلوب نمط حياتي، في الحركه بتاعتي، في بيتي حتى. كمان حاجات بسيطه قوي ممكن تاثر جدا في وزني. يعني مثلا من ضمن الحاجات يا محمد اللي لقوها غريبه قوي الريموت كنترول. لو اي حد بيتفرجوا علينا دلوقتي الريموت كنترول مش جنبه بيقلب الدنيا. احنا بقينا مش قادرين نتمشى لحد التلفزيون عشان نقلب التلفزيون. تمام. فكوني استغنى عن الريموت كنترول بيخسس، كوني ابدا النهارده استغنى عن الاسانسير بيخسس، كوني ابدا حتى اقطع العيش على السفره حتت صغيره، ما اسيبش الرغيف كبير على بعضه، ده بيخسس. اشرب ميه كتير بيخسس. يعني في طرق كتير قوي ممكن ان هي تساعدني المحافظه على وزني. بس اي حاجه هعملها لازم اكون عارف ان ده نمط حياه وهستمر عليه على طول، مش هعمله فتره وتنقطع بعد ذلك. تمام. يعني انت حضرتك عايز تقول لي ان في البدايه عشان اخسس محتاج سلوكيات، ده تغيير في السلوكيات. ده اكيد. طيب امتى نقول ان الشخص ده يمارس النشاط الرياضي عشان يخس؟ وهل ممكن يكون زيادة الوزن نتيجة مرض او خلل في الغدة، فده هيبقى في ليه طريقة تعامل بشكل مختلف؟ شوف، انا هصدمك في موضوع الرياضة صدمة كبيرة هتزعل الناس مننا. طيب هو انا دلوقتي محتاج احرق كام سعر حراري عشان اخس كيلو؟ 7000 سعر حراري. تمام. كويس. ال 7000 سعر حراري دول للواحد متوسط زي انا وانت بيتحرقوا عن طريق المشي لمده 11 ساعه في الاسبوع. تمام. عشان اعتمد بس ان انا بحرق، باكل اكلي العادي بس بقوم احرق. ويساويهم 8 ساعات سباحه او 8 ساعات جري سريع. تمام. ولذلك احنا بنقول الرياضه مهمه قوي. ليه؟ تحسين الحاله النفسيه، تحسين الدوره الدمويه، تحسين الصحه. بس عشان اعتمد عليها لوحدها، يعني ما ينفعش ان حضرتك تسيب يعني تتفرج علينا دلوقتي تقوم تمشي ساعه وترجع تاكل صينيه بسبوسه، ما عملناش حاجه. وهدي حضرتك مثل لهذا واضح جدا. الجماعه بتوع السومو دول رياضيين، وجماعه بتوع الجودو رياضيين، والملاكمه اوزان تقيله رياضيين، والمصارعه كل دول رياضيين، ومع ذلك وزنهم كبير. ليه؟ لان هم بياخدوا سعرات حراريه اكتر من اللي بيحرقوها في تمرينهم، حتى لو كان تمرينهم 4-5 مرات في الاسبوع. فهنا الاعتماد على الخارج بيبقى صعب شويه تنفيذه. فهو الاكتر ان انا اعتمد على انا مدخل في بقي ايه، او اظبط الانتاج بتاعي، مش حتى لو الغده فيها مشكله. دي بقى حالات مرضيه ودي نادره جدا. يعني دي مش يعني هي معظم الناس يقول لك انا عندي مشكله في الغدد. هو في مشكله في الغدد بس مش الغدد اللي احنا يعني مش بالدرجه العاليه اللي احنا متخيلينها. نسبه بسيطه جدا من مرضى السمنه لا تتجاوز باي حال من الاحوال ال 5% من المرضى عندهم مشكله اما في هبوط الغده الدرقيه او في زياده نشاط الغده فوق الكلويه.